إخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم قصة جديدة من العشرية اللي هي قصة نعيمة الفرملية أيام العشرية. وقبل ما نبدأ قصتنا ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله، واللي راه يشاهد قناتي أول مرة يدير اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس، وهكذا يوصلكم كل جديد. المهم أنا زدت لكم خاصية جديدة في القصص تاعي، وأنا كما تعرفوا القصص تاعي دائما فيها جولات في مختلف المدن والأماكن. وهذا المرة درت خاصية جديدة أن نكتب لكم اسم المنطقة ولا اسم الطريق اللي نكون نتمشى فيه. كما هذا الفيديو صورته أثناء التجوال داخل مدينة مستغانم. إذا عجبتكم ماذا بكم اكتبوا لي في التعليقات، ونبداو على بركة الله في القصة تاعنا. قصة اليوم جاتنا من عند الأخت نعيمة. نعيمة تقول في قصتها: أنا في عمري 50 سنة، أم لزوج أطفال ومطلقة بصح عايشة سعيدة والحمد لله مع أولادي. ربيتهم أحسن تربية، كنت أنا أمهم وأنا باباهم. جيت نحكي لكم حكايتي على واش صرالي في العشرية السوداء. حبيت نفرغ قاع واش كاين في قلبي، وراكم عارفين الفترة هذيك تاع العشرية السوداء كيفاش فاتت علينا. كانت فترة صعيبة بزاف، سواء اللي عاشوا في الدوار ولا اللي عاشوا في المدينة. المهم مصيبتنا واحدة. المهم المذابح والمجازر كانت تصرى في القرى، والسيارات المفخخة والقنابل في المدن، يعني كامل كنا مستهدفين. في عام 1996 كان في عمري 21 سنة، كنت نخدم ممرضة في واحد السونتر ماهوش بعيد علينا. بصح باش صحت لي الخدمة حتى عييت وجريت باه صدت الخدمة. راكم عارفين الخدمة كانت غير بالمعرفة في بلادنا. المهم دخلت نخدم، وكنت نحب المهنة تاعي بزاف. ملي كنت صغيرة نحب ندير التشكك. مني كنا صغار ودراري صغار ونلعبوا، كنت نبغي دائما ندير الدور تاع الممرضة. يجيبوا لي زعما المرضى وندير لهم التشكة. كي لحقت للباك ما جبتوش، عاودتو 2 مرات، وخطرة قريت بالمراسلة بصح الله غالب ثاني ما جبتوش. المهم من بعدها رحت درت ستاج 6 شهور في التمريض. من بعد دخلتني مرا كانت تعرفها ماما، وين كانت تخدم ممرضة. الخدمة ما جاتنيش صعيبة، خاطر من الاول كنت نبغي المهنة. تأقلمت بالخف. الفترة اللي كنت نخدم فيها كانت في العشرية السوداء، يعني الحالة كانت صعيبة شوية، وهذوك اللي ما يتسماوش كانوا يمنعوا النساء يخدموا، خصوصا في المؤسسات تاع الدولة. بصح هكاك وكملت نخدم. نحكي لكم كيفاه تزوجت. في السونتر وانا خدامة تعرفت على واحدة كانت تخدم معايا. في الايام الاولى كانت صديقة عادية، بصح من بعد ولات تقرب مني ورجعنا كاخواتات. تحكي لي ونحكي لها حتى يكون عندي مشكل ونحكي لها. قلت لكم رجعنا خواتات، خصوصا كي شافتني متحجبة ولات تقول لي ارتحت نحكي معاك. لا علينا، فاتوا الايامات حتى واحد النهار جينا للخدمة كيف كيف لبسنا الطابليات وبدات تحكي معايا. ولات تقول لي حبيت نسقسيك، هو هذا العقالة كامل والظرافة والتربية كامل وما زال حتى واحد ما خطبك؟ انا ضحكت وقلت لها شاك تقولي، انا مانيش باغي الزواج، وزيد رانا في وقت صعيب ماشي سهل فيه الزواج. ضحكت وقالت لي ومن بعد علاه؟ الدنيا رايحة تكمل غير مشاكل في البلاد. شوفي يا اختي ناعمة، كاين واحد راه باغي يخطبك. قلت لها منك بصح؟ قلت لها شكون هذا؟ قالت لي خويا. في الاول ما قبلتش، على خاطرش كان الحال كان صعيب، وزيد كانت العشرية السوداء صعيب باه يجي واحد يخطب، على خاطر الوقت هذاك كان اللي يتزوج ومن بعد يطلع للجبل، ولا يبغوا يطلعوا وقبل ما يطلعوا يبغوا يتزوجوا ويطلعوا نساهم معاهم بالسيف. وانا هذا الشيء كان مخوفني بزاف. بصح الطفلة غلبتني، وكانت غير تشكر لي فيه خدام ولا باس به ودارو وحده. وبديت نسقسي فيها شحال في عمره وين يسكن. قالت لي شوفي دروك نعطيك كامل المعلومات عليه. في عمره 30 سنة، ويخدم في شركة في الصحراء، بصح يجي من شهر لشهر باش يشوفنا ويروح.
وما بغات تزوجو باه تفرح به وتشوف ولادو، على خاطر حنا 3 بنات وكاين غير هو برك. قالت لي الا حبيتي نجوك نهار الجمعة، بصح هو ما راهش هنا. قلت لها نخبر دارنا ورد لك الخبر. خبرت امها وما خبرت بابا. في الاول بابا توسوس، قال لك هذا اللي خدام في الصحراء كاينه حاجه. جاو خطبوه وكي لحق الشهر جا هو وامو واختو ودرنا رؤية شرعية، لا علينا كل شي مشى عادي. بصح السيد شفتوه بولحية، وبولحية في الوقت هذاك الحال شوية صعيب. كي سقسينا عليه قالوا لنا هو انسان ملتزم وخاطيه السياسة والصوالح هذو، يعني انسان يخاف ربي، يصلي في الجامع، انسان متخلق، وكما يقولون الخطاب يجي رطاب. هو شرط عليا الجلباب، انا اصلا كنت دايره حجاب شرعي، بصح الجلباب في الوقت هذاك بابا زاد توسوس بزاف. بصح كيما كل مرة كلمة منا وكلمة من هيه يرضوه. درنا الخطبة عادي بالفاتحة يعني، ومن بعد تفاهمنا على العرس 6 شهور من بعد. درنا العرس وتزوجنا وسكننا وحدنا بعيد شوية على دارنا. كان يجي من الشهر للشهر على أساس راهو خدام في الصحراء، يعني كي يكون غايب ما نباتش وحدي. فاتوا الشهور وبدا لي الوحم، جاني وليدي الكبير، بصح في بنتي جاني الوحم صعيب، وحتى زيادتي جاتني صعيبة بزاف. قررت باه نروح لدارنا، مع أنه عجوزتي عمرها ما قصرت معايا. دخلت للسبيطار وزيدت بنتي والحمد لله جات سلامات، كل شي لاباس. قعدت في دارنا حتى بريت رفدت روحي. أما هو جا شافني خطرة برك على أساس أنه خدام، ومن هنا تنطلق رحلتي مع المشاكل. حبيبتي اللي هي لوستي كانت خدامة، بصح أنا حبست بأمر منه. قال لي الخدمة لا لا. أنا قلت له واه معليش، أنا نقعد مع أولادي نربيهم ونكبرهم، مادام كاين باباهم خدام ويصرف عليهم. الحق ما خلاليش من الناحية هذه، اللي تجي في بالي يجيبها لي. كما قلت لكم لوستي بقات خدامة، وكانت من ذاك تزورني، تجي تبات معايا، على خاطر بعد ما زاد ولادي وليت نبات وحدي، ومن ذاك يطلوا عليا أما خالتي عجوزتي. واحد النهار بقيت نسقسي في لوستي إلهام على الخدمة تاع راجلي. قالت لي جامي قال لنا واش يخدم اكزاكت، بصح يخدم في شركة في الصحراء، وهو أصلا ما يبغيش ندخلو في الخصوصية تاعو. أنا قلت لها حتى زوجته ما تدخلش، شتاو هذا. واحد النهار جا من الخدمة وهو عوايدو كيجي يبقى سيمانة ويروح. في هذاك السمانة بقيت نسقسي فيه واش تخدم وين تخدم. المهم سقسيتو على كلش، بصح هو والو، بقى مسمر في رايو. قال لي الأمر هذا ما يعنيكش، المهمة تاعك تقعدي في الدار تربي ذراري وتسكتي. لو كان تزيدي تتجبدي في الموضوع هذا راكي تعرفي حسابك عسير. حسيت روحي عايشة مع صندوق مغلوق. ذاك النهار سكت وبديت نتفكر في الوسواس تاع بابا، وبديت نقول وقي الله بابا عنده الحق، الراجل هذا غامض. وهو كان عنده صندوق تاع حديد دايرو في شومبرا مبلعة. هذاك الصندوق في كل ما يجي من الصحراء يدخل هذيك الشومبرا ويبلع على روحه بالمفتاح ويطول ثم. فاتت سمانة وراح يخدم، وبقيت غير نخمم في الصندوق هذاك شارع مداس فيه. قاع هذا المدة وكل يوم نخمم باه نفتح هذاك الصندوق، بصح نخاف. قلت بالك الخصوصية تاع الخدمة تاعو، بصح حتى لو كان اشياء تخص الخدمة تاعو يا اخي انا زوجته يخبي عليا لهاد الدرجة. علامة الاستفهام بدات تدور في راسي وما لقيت لهاش تفسير. فات شهر وصاحب الاسرار شرف، بصح المرة هذه موالف يقعد مع ولاده، ولا غير داخل خارج لهذيك الشومبرا ويبلعها بالمفتاح، ويجيب واحد الساشيات كحلين وملفوفين. المهم الحق نهار باه يروح لخدمته في الصحراء المزعومة، وفي هذوك الايامات مرضت بنتي ولات طلع لها الحمى. ديت ولادي وروحت لدارنا، منها نبدا نديها للطبيب ومنها نقعد في دارنا شويه. واحد السمانه ورجعت للدار
مع الدخلة حسيت حاجة ماشي نورمال. دخلت الدراري للدار ومن بعد هبطت للجاردان. الدخلة تاع داري جاية من الفوق، من بعد كاين درج يهبطوا للجنان. في الجنان كاين شغل كاب صغيرة حاطين فيها الدوزان اللي ما نسحقوهمش. مع قاعدة نشوف منا في الارض شفت قطرات تاع دم، انخلعت قلت شتاهو هذا. كملت نشوف حتى نلقى في راجل طايح، انخلعت. كان جان صغير وكان لابس حوايج تاع عسكر. وليت نزقي واحد الزقوه قاع الناس سمعوني. من بعد قلت له شكون انت واش جابك عندي؟ قال لي اختي انا راني مبليسي وانا حسبت الدار مغلوقه عليها صوتيت لداخل من الشجره، مع لي صوتيت زاد الجرح نحل. خزرت شت قدامه الدم بزاف، انا ثم قلت له وما خفتش يشوفوك الجيران؟ سكت مسكين وقال لي الله غالب يا اختي. هربت برا، خزرت فيه وقلت له ما تخافش راك في المكان المناسب. والدم كان يسيل مكرعه. ومن بعد قلت له اصبر شويه ضاك نرجع. رحت للدار الفوق، حطيت ولادي في شامبرا وغلقت عليهم باش ما يخرجوش من البالكون. جبت واش كان عندي دواء، نظفت له الجرح والحمد لله ما كانش عنده رصاصه. درت له الفونسمون ومن بعد قلت له واش حكايتك انت ارهابي ولا عسكري؟ بدا يحكي لي، ثم عرفت باللي عسكري وتبعوه زوج ارهابيين وكان جاي يشوف اهله. بصح اهله ماشي في حومتي، يعني في بلديه بعيده. تيراو عليه ومن بعد قدر يتخبى. كي شافهم راحوا دخل لداري على الجنان. من بعدها درت له بلاصه باه يقدر يريح فيها، وقلت له دوك نجيب لك حاجه تاكلها بصح ما نقدرش ندخلك للدار، راني وحدي وراجلي راهو غايب. على الاقل هنا ما يشوفك حتى واحد، وغدوه تقدر تروح، مانيش باغيه المشاكل. خفت لو كان يرجع راجلي ويلقاه يباصيني مع اللي راني شاكه فيه. فات هذيك الليله على خير، والحق غاضني وحسبته كيما خويا الصغير. وقلت يا ربي لو كان كاش ما يصال خويا الصغير هكا شندير. المهم طلع النهار وهبطت نشوفه باش نبدلو الفونسمون باش الجرح ما يخماش. المهم على الاقل يقدر يمشي. درت له الدواء وكامل واش لازم، ومن بعد اديت له القهوه وقال لي هذاك هو انا نروح. قلت له ما عندك وين تروح، على الاقل يبرى لك الجرح وتقدر تمشي، بصح لازم تبدل حوايجك. اديت له بدل حوايجه، وحوايجه هو دتهم في ساشي ورميتهم. خليته يريح وطلعت لداري، غسلت لهم وعطيت لهم حليبهم وبديت نخمل في داري. بصح الصندوق اللي مخبيه راجلي ما زلت مقلقه من جهته. حليت الشامبرا ودخلت، صدت في الارض مفتاح صغير طايح، رفدته وروحت ديريكت للصندوق. مع اللي حليته لقيت اوراق ومواس كبار وصغار، واحد المواس على شكل خناجر وفيهم الدم. شفت ثاني كسكيطة تاع الشرطة تاع العسكر وحتى الدرك. وبديت نقلب في هذوك الأوراق ولقيت رسائل من عند الجماعات المسلحة ومعاهم مسجل الصوت: أمر عمليات قتل فلان فلان، قتل فلان هو وزوجته وولاده، قتل فلان، تخويفه، ضرب فلان والتهديد بالقتل، خطف بنات فلان، وحكم قتل فلان وزوجة فلان ووليدهم الرضيع. المهم شفت العجب وقريت العجب وانا في هذيك اللحظة تشوكيت، يعني جاتني حاجة عمري ولا تخيلتها. ومن ثم عرفت باللي ما كان لا صحراء لا والو. السيد منخرط مع الجماعات المسلحة يعني إرهابي، وانا زوجة إرهابي، بصح مازال لي ما عرفتش واش هي الخدمة تاعو معاهم. يا ربي واش ندير، وين نروح؟ والسيد في لاكاف كيفاش نديرلو؟ مستحيل نخليه وراني مسؤولة عليه امام ربي والنبي. وبقيت حايرة. الزوج بقالو 20 يوم ويدخل الدار، وهذه المدة لازم نتصرف، وقادر في اي وقت يدخل، محال نزيد دقيقة في هذا الدار. لميت صوالحي وبقيت نستنى. هبطت للسيد عطيت له حجاب وخمار، قلت له لازم تلبسهم في اسرع وقت. شديت ولادي وديريكت روحت بهم لدارنا. كي لحقت لدارنا نخلعوا، قلت لما شدي ذراري وخويا وقلت له الحمد لله كي راك في الدار. وهو يقول لي واش صرا واش كاين؟ قلت له جيب اللوطو وفي الطريق نحكي لك كلش. وفي الطريق حكيت له كل شيء. دخلت للدار رفدت حوايجي وصوالحي، خويا عاون السيد خرجوا
وديته معايا لدارنا، خفت نخليه في داري. السيد إرهابي وأنا الأخبر، وفي أي وقت يقدر يرجع للدار يلقاه يقتلو. الصندوق غلقته كيما كان، وطلعنا لدارنا، وحكيت لدارنا على كلش. ومن بعد تفكرت بلي نسيت ساكي وانا حاطه فيه صوالحي يعني ذهبي وكواطي. قلت لخويا ديني للدار راني نسيت ذهبي. في الاول بابا ما بغاش، بصح من بعد قبل. قلت لخويا قاري بعيد على الدار، وإلا طولت ما خرجتش وروح بلغ الأقرب شرطة ولا عسكر، المهم تبلغ. كي حطيت المفتاح في الباب لقيته مفتوح، يعني مغلوق غير بالباس. قلت له اواه الباب انا غلقته بيدي. وانا داخله نسمع في الهضره، بصح ما كانش وحده. قعدت نسمع وقلبي يخبط. كان تحت في الجاردان، كان معاه واحد. قال له كي تخرج روح ديركت ليه، كمل مهمتك وروح. حبست الحس وكملت نسمع. الراجل قال للسيد انا لازم عليا نتبع الامور في الجبل، عندي مهمة نكملها ونطلع. الحالة ما تعجبش، ولازم عليا نجيب زوجتي وذراري، على الأقل الذراري يتعلموا يدافعوا على وطنهم. والمرأة رايحة تعاوني بزاف في التمريض، هي كانت تخدم ممرضة. هي ما على بالهاش بالأمر، بصح لازم عليها تقبل. واللي يعصي أوامرنا أكيد جزاه الموت. وأنا الثم قريب تغاشيت، حسيت بالأرض دور بيا. راهو يخطط ويدبر باش يديني ونعيشو في الجبل مع القتالين والوحوش. لا رحمة لا شفقة، ولا رفضنا يقتلنا. ومن الباب عاود رجعت عند خويا وسمحت في كل شيء. كنت نترعد، قلت له قلع والله فيتاس اللي عندك ديرها، المهم تجري. وهو غير يقول لي شكاين. قلت له ما بقاش الحال، اجري برك لازم نبلغ قبل ما يروح يدي لي دراري. داني خويا عند الجدارمية، حكيت لهم على كل شيء وعلى العسكري، وحكيت لهم حتى على الصندوق. وجدوا الجماعة وراحوا سركلوا الدار، وقدروا يلحقوهم هو وصاحبه. في الاول ما بغاوش يسلموا نفوسهم، صاحبه كي بغا يهرب على الجاردان بلي سواه في كراعه، والحمد لله ما قدرش يقوم بالمهمة ولا الجريمة اللي كان رايح يديرها. اما راجلي قدروا يحكموه وهو حي، وقاموا بالاجراءات حتى مع عائلته، وخذاو قوالهم، والعسكري داوه معاهم. بعد ما خذاو قوالو حطوه في المستشفى العسكري. وبعد التحقيق مع زوجي الإرهابي تبين باللي أمير الجماعات المسلحة، وهو الرأس المدبر لعمليات الاغتيالات والوضع كمائن والقنابل. المسؤولين اعترف بكل شيء في التحقيق وحكى لهم على كل شيء. أنا ما بقيت زوجته، ومستحيل نكبر ولادي على يد إرهابي قاتل. بديت مباشرة في إجراءات الطلاق، والقانون كان في صالحي. وكلت محامية وقفت معايا وربي جازيها، وصدر الحكم النهائي سنة 1999. زوجي واللي هو طليق الإرهابي سمعت باللي أهله تبراو منه، حتى هو كذب عليهم وخدعهم بلامان. رجعت لخدمتي وكبرت ولادي، واليوم راني الحمد لله، وراني عايشة مع ولادي ونحمد الله ونشكره الصباح مع العشية اللي ما طلعنيش أنا وولادي للجبل، لأنه كان رايح يستغلني ويستغل المهنة تاعي، وكان رايح يضيع لي ولادي. وفي آخر لحظة وبفضل ربي بالك هذاك الواجب اللي درته مع العسكري هو اللي سلكني. وفي الأخير نقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. وهذه هي حكايتي مع زوجي الإرهابي، وربي يدوم الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.